اعلم وفقني الله وإياك للأعمال الصالحة المرضية، وأبرأ قلوبنا من الآلام والأسقام، ومتعني وإياك بزيارة روضته الشريفة النبوية، وجعلنا له من جملة الخدام. أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما ذكر في مجلس إلا نفحت منه رائحة زكية فتبلغ عنان السماء، ويتجلى بالرحمة والرضوان ذو الجلال والإكرام. فتقول الملائكة إلهنا وسيدنا، ما هذه الرائحة المسكية؟ فيقول الله سبحانه وتعالى خطابا للملائكة الكرام: يا ملائكتي، هذا مجلس صلي فيه على حبيبي محمد بن عبد الله خير الخلائق البشرية، الذي خلقته بقدرتي وابتدعته بحكمتي، وأضفته تشريفا إلى عظمتي، واصطفيته من جميع الأنام. فتنزل الملائكة على أهل ذلك المجلس وتحفهم بأجنحتها النورانية، ويستانسون بهم ويصلون عليهم، والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار على الدوام، ويؤمنون على دعواتهم ويشهدون لهم عند الله بالسعادة الأبدية، ثم يرتفعون وهم يذكرونهم بأحسن مقال وأجل مقام، فيكتب الله كتابهم في عليين في الدار الجنانية، ويمنحهم قربه ورضاه، ويمتعهم فيها بالحور العين الحسان ونعم الإكرام. فزينوا مجالسنا بالصلاة عليه والتسليمات الزكية، فإنه صلى الله عليه وسلم يحضر في كل مجلس يصلى عليه فيه، فأكثروا من الصلاة عليه والسلام. وقد فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة عليه والسلام في الآيات القرآنية، حيث قال وهو أصدق القائلين في محكم كتابه المفضل على سائر الكلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، بدأ بنفسه وثنى بملائكته القدسية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرنا بذلك في كل محفل ومقام، وقد فضلنا بعض الفضلاء على الصلاة النفلية، فيا سعادة من أشغل نفسه بها ولازم وردها على الدوام. اللهم عطر قبره بالتعظيم والتحية، واغفر لنا ذنوبنا والآثام.
اللهم صل وسلم وبارك